السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ جورة. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير وتكونوا كذلك بصحة جيدة. مبروك عواشركم، مبروك عليكم هذا الشهر ديال رمضان، الله يدخل لكم بالصحة والسلامة وما تمنيتو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا الوصفة ديال اليوم واحد المائدة اللي سهلة وبسيطة، فكنتمنى انها تعجبكم. بسم الله على بركة الله. غنبداو بالتحليه اللي غتكون سهله وما كتشدنا الوقت بزاف. غنستعمل هنايا نصف لتر من الحليب السائل، عندي كذلك معلقه كبيره ديال الدقيق ديال النشا اللي هي المايزينا، 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات كيبقى على حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، وعندي هنايا كيس ديال نكهه زهره البرتقال، وعندي كذلك فرماج بيرلي. اول حاجه غادي ناخذ هنايا كاسرونه وغادي ندير فيها الدقيق والمايزينا والسكر والنشا، وغادي ناخذ واحد شويه ديال الحليب وكنخلط هذوك المكونات مع بعضياتهم كيكونوا باردين. هذاك الساعه غادي نضيفوا الكميه اخرى ديال الحليب. بالنسبه للنكهه ديال البرتقال وفرماج بيرلي فغادي نخليهم حتى الاخر عاد نزيدوهم. كنخلطوا هذوك المكونات ديالنا وهما باردين، نديرهم فوق البوطه على نار اللي كتكون مهيله، كنبقاو بحال هكا كنحركوه حتى كيتخلط لينا هذاك الخليط، كنحصلوا عليه كيكون عاقد. عاد ديك الساعه كنحيدوهم فوق البوطه، فكنبقاو مستمرين في التحريك حتى كيعقد لينا مزيان كيف ما كيبان لكم هنا في الفيديو. كيكون بهذا الشكل هذا. انا من بعد ما كيف ما كتشوفوا معايا كيعقد ليا داك الخليط، غادي نديرو ديك زهرات البرتقال وغنديرو فرماج بيرلي صافي. والخليط ديالنا باقي سخون كيف ما كتشوفوا معايا، كنحركو مزيان باش هذاك الفرماج بيرلي وزهرات البرتقال يتخلطوا ليا مزيان. الا ما كتعجبكمش هاد النكهه ديال زهرات البرتقال فغادي ديروا كيس ديال الفاني. انا كيعجبني هنايا التحليه هذه يكون فيها الزهر، فغادي نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال المزهر صافي، وكنخلط مزيان. غادي ناخذ هاد الزليفات الصغيورين كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نكب فيهم هذيك التحليه، وكنقاد هذاك السطح ديالهم باش كيجيو مقادين بهذا الشكل هذا، وكندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا مزيان وكنقدموهم بالصحه والراحه. ندوز باش نحضر معكم الحريره. انا بغيت نتقاسم معكم الحريره ديالي اللي كندير، كنتمنى انها تعجبكم. عندي هنايا نص كيلو ديال الطماطم اي مطيشه، انا استعملت مطيشه اللي كان اللون ديالها احمر. غادي ناخذ انا واحد البصله صغيره، عندي كذلك واحد القبطه ديال القزبر، قبطه ديال المعدنوس، وقبطه ديال الكرافس. هاد القزبر والمعدنوس كنغسلهم وكنشفهم وكنطحنهم، عاد ديك الساعه كنستعملهم في الحريره. عندي هنايا 100 غرام ديال اللحم، فاستعملت انا اللحم ديال البقري اللي كنقطعو بحال هكا مربعات صغيره. الا عندكم حتى داك العظومه ديال اللحم ممكن تستعملوهم، ماشي ضروري انكم ديروا هاد القطع ديال اللحم بهذا الشكل هذا، فاللحم غير كيعطيها واحد المذاق مزيان، وحتى العظومه حتى هما كيعطيوها واحد المذاق احسن. عندي هنا 100 غرام ديال العدس البلدي اللي كنقيه وكنغسلوه وكنخليه في هذا الماء هذا حتى كيرطب ليا مزيان. فهاد الطريقه ديالي كديروا ديال العدس ملي كنديروا في الحريره كيطيب ما كيتعجنش لينا، كيبقى باين في الحريره. عندي كذلك هنا 200 غرام ديال الحمص اللي كنرطبو وكنحيد داك الجلوف ديالو، وداك الساعه واحد كنديروه. بالنسبه للتوابل غنستعمل هنايا معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، الملحه على حسب الذوق، كل واحد شحال كيدير الكميه، فانا هنا استعملت تقريبا معلقه صغيره اللي كانت عامره. عندي هنايا واحد نص ضامه البنه ديال البكري، عندي كذلك معلقه صغيره ديال السمن، عندي كذلك واحد العويدات ديال القرفه، وربع معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو بزار. غادي نستعمل هنايا الدقيق الابيض، غنستعمل كذلك الشعريه كانت بحال هكا رقيقه. وبالنسبه للمطيشه ديال الحك فانا غنستعمل المطيشه اللي حضرت معكم في القناه، طريقه صحيحه وانكم باش تستغناو على مطيشه ديال الحك في هذه الحريره ديالكم. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ هذيك مطيشه كنقسمها بحال هكا على 4 او على 2 على حسب المطيشه اللي استعملتو نتوما. كنديرها في كاسرونه وكنديرها حتى كطيب مزيان على نار اللي كتكون مهيله، ما كندير فيها لا ماء حتى شي حاجه، وكيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو كتطلق لينا هي الماء ديالها وكنخليوها بهذاك الماء وكنطحنوها. من بعد ما كتطيب كناخذ هنايا الهاشوار وكنطحنها مزيان. عاد ديك الساعه كنصفيوها باش لا صوص ديال المطيشه كتهبط لينا، وكيبقى لنا في ديك الصفايه القشور والزريعه كيبقاو لنا كيف ما كيبان لكم هنا في الفيديو. فبالنسبه للربيع غادي نعطيكم واحد النصيحه باش انكم تحتفظوا به في المجمد باش يبقى لكم فرتت. فبعض المرات كنديروا هذاك القزبر والمعدنوس في المجمد وكيبس لينا. هاد النصيحه اللي غادي نعطيكم غادي ان شاء الله تساعدكم بزاف هاد الشهر ديال رمضان. كتاخذوا الكميه ديال الربيع ديالكم اللي عندكم متوفره، كتنقيوها وكتغسلوها وكتخليوها حتى كتسقطر مزيان، كتفرشوا واحد الزويف وكتخليو داك الربيع ديالكم حتى كيتسقطر مزيان. داك الساعه كطحنوه بحال هكا في الهاشوار او اي اله عندكم كطحن لكم الربيع، كنديروا في البلاستيكه وكنديروا معاه واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده، وكنخلطوا داك الزيت مع داك الربيع مزيان وكنديروه في المجمد. هذاك الزيت ما كيخليش لنا داك الربيع كيجمد، فجربوه ان شاء الله وغتصدق معكم. انا كيف ما كتشوفوا معايا كنطحن الربيع كنحيدو، كنزيد الكراف كنطحن الكرافس وكندير معاه داك البصله باش كتجيني ساهله دغيا تطحن ليا. خديت هنايا الكوكوط غادي ندير فيها واحد الكاس لاروب ديال الماء من الصنبور وندير فيها الزيت وكندير داك اللحم
وهنا الربيع ما غاديش نديرو كامل، غادي نخلي تقريبا واحد المعلقه اللي غتكون كبيره من الربيع باش غادي نزيدو في الاخر. غادي ندير التوابل وكنخلي داك اللحم حتى كيتشحر ليا مزيان كيف ما كتشوفوا، كيدخل معاه واحد شويه ديال الطياب. فضروري هنا فانا الحريره هذه الطريقه اللي كندير، كنقلي هذاك اللحم مع داك الربيع ومع داك التوابل، عاد داك الساعه كنزيد العدس وكنزيد الحمص وكنزيد لاصوص. فهذه طريقتي، فكنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تصدق معكم. حتى الا كانوا عندكم العظومه ماشي مشكل، حتى داك العظومه حتى هما ديروهم، حتى هما كيتشحروا مزيان فكيطلقوا لكم هذوك الليدام ديالهم وكتجي الحريره مزيانه. كندير داك العدس وكندير كذلك حتى داك الحمص حتى هو، وكنبقى بحال هكا كنحرك مزيان حتى داك الحشوه ديالتي كتشرب مزيان داك الماء. عاد داك الساعه كنزيدو مطيشه هنايا. غادي نضيف هنايا 2 لتر ديال الماء من الصنبور عادي ماشي سخون، وغادي نزيد الكوكوط ديالي وكنقص عليها النار اللي كتكون مهيله. كنشموا الريحه ديال الحريره في الدار ديالنا، داك الساعه كنطفيو عليها وكنتاكدوا واش طاب لينا العدس واش طاب لينا الحمص وحتى اللحم حتى هو كيكون طاب. داك الساعه ندوزو نكملوه. انا هنا الكوكوط ديالي درتها فوق البوطه كطيب. غادي ندوز نحضر معكم مطيشه اللي صاوبت معكم. كنديرها في واحد الاناء بهذا الشكل هذا وكنكب عليه واحد شويه ديال الماء باش المطيشه كتختار ليا شويه. انا كيف ما كتشوفوا كتكون مطيشه بهذا الشكل هذا. كذلك غادي ندير نفس الطريقه، غادي نحضروا الدقيق حتى هو. كندير واحد الكميه اللي غنستعمل انا في الحريره ديالي وكنخلطها بالماء كيف ما كتشوفوا حتى كيولي عندنا واحد الخليط اللي هو بهذا الشكل هذا، كيكون عندنا واحد الخليط اللي هو سائل. انا طابت الحريره ديالي بعد ما كنكون تاكدت من دوك المكونات كاملين طابوا. كنزيد واحد لتر ديال الماء وكنخلي هذاك الحريره حتى كتغلي مزيان. عاد كنزيد عليها الشعريه، كنزيدو هذيك المطيشه وكنخليو هذيك الحريره ديالنا وحنا كنحركوها مره حتى كطيب مزيان. ونبقاو نضيفو شويه بشويه. كنضيف داك الدقيق اللي خلطنا مع الماء، كنبقاو كنضيفوه شويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا حنايا ديال الحريره. كنخليو الحريره ديالنا على نار اللي كتكون مهيله حتى كطيب مزيان وكيدخل داك الدقيق كيدخلوا الطياب. هذاك الساعه كندير واحد المعلقه ديال القزبر والمعدنوس والكرافس اللي حفظنا بها من قبل، واحد نص معلقه صغيره ديال البزار باش كتجي بنينه، واحد المذاق ديال الحروره فيها كتجي احسن. صافي ومن بعد كنخليوها حتى في الجانب. بالنسبه للمكونات ديال واحد العجين اللي هو ساهل، عندي هنايا 700 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل 7 ديال الكؤوس ديال العنبه. عندي كذلك نص كاس ديال الزيت. بالنسبه للزيت انا هنا استعملت زيت المائده. عندي كذلك هنا معلقه كبيره ديال الزبده، استعملت كذلك الزبده ديال العلبه، بيضه اللي كنكونوا خرجنا من الثلاجه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ونص ديال الخماره الخبز، ومعلقه ونص ديال السكر حبيبات. غنضيف هنايا الماء اللي كيكون دافي. فكميه ديال الماء في الاخر غادي نقول لكم هاد العجينه هذا شحال خدا ليا ديال الماء. كنضيف واحد شويه ديال الماء وكنخلط داك السكر مع داك الخميره حتى كيتفاعلوا ليا مزيان. فهاد الطريقه هذه اللي كنديروا ملي كنبغيو نصاوبوا شي عجينه ديال الفطائر، الطريقه اللي كنديروا ديال الخميره كنخلطوها مع السكر حبيبات كيتفاعلوا، كتجي واحد العجينه اللي كتكون رطبه وهشيشه وكيجي حتى المذاق ديالها مزيان. انا كنخليو هذيك الخليط ديال الخميره والسكر في الجانب حتى كيتفاعلوا مزيان. وغادي ندوزو باش نكملوا الطريقه ديال العجين. غادي ندير داك العجين، غادي نضيف ليه هنا كيف ما شفتوا معايا المكونات كاملين، الزيت، الزبده، البيض، الملحه، وغادي نعجن هنايا بواحد شويه ديال الماء اللي كيكون دافي. وكنبقى بحال هكا كنعجن شويه بشويه، وانا كنضيف الماء غير شويه بشويه، ما كنكبوش الماء في الاول دقه واحده، لا كنكبو غير شويه بشويه. انا هنا تقريبا كنت عابره واحد 5 ديال الكؤوس ديال العنبه، ولكن في الاخير عرفت شحال ديال الكميه ديال الماء اللي خدا ليا هاد العجين هذا. بعد كيف ما شفتوا معايا كنضيف هذيك الخميره بعد ما كتكون تفاعلات، وكنضيف الماء بالتدريج شويه بشويه. فبالنسبه للكميه ديال الماء انا هنا استعملت 3 ديال الكيسان ديال الماء وزدت واحد المعلقه كبيره في الاخر، يعني 3 ديال الكيسان ديال الماء ومعلقه. كنبقى بنفس الطريقه كنعجن حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه بهذا الشكل هذا. غير كندلكها حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون بحال هكا رطبه. صافي ونغطيوها ونخليوها حتى كتختمر مزيان. خص العجين يضاعف الحجم ديالو حيت من بعد ما غاديش نخليوه يختمر بزاف. كنخليو العجين ديالنا يختمر في الجانب وندوز باش نحضروا الحشوات باش كنلقاو كلشي موجود داك الساعه، وكندوزو نكملوا الطريقه ديالنا. بالنسبه للحشوه المالحه هي اول حاجه غادي نبداو بها. عندي هنايا 3 ديال البصلات اللي قطعتهم بحال هكا مربعات صغيره، فانا استعملت البصله الخضاريه كتجي احسن. عندي كذلك هنايا علبه من الفطر المعلب اللي كيكون بهذا الشكل هذا، اللي قطعته بحال هكا قطع رقيقه بزاف. انا طحنته في الهاشوار وجاني طحنته بزاف، انتم ما طحنوش بهذه الطريقه هذه، خليوه شويه كيبان. وعندي كذلك علبه ديال الطون اللي استعملت الطون ديال الزيت. عندي كذلك 5 ديال الفرماجات اللي استعملتهم مثلثين. وبالنسبه للتوابل عندي ملحه والبزار. اول حاجه كناخذ هنايا مقله كندير على النار اللي كتكون مهيله، وكندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده. انا استعملت هنا الزبده ديال العلبه، وكندير فيها ديك البصله حتى كتذوب ليا ديك البصله مزيان. ما كنديرو لا ملحه لا بزار لا حتى شي حاجه، كنخليو غير داك البصله مع داك الزبده حتى كطيب مزيان. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا البصله كتهبط. عاد داك الساعه كنزيد عليها داك الفطر المعلب
والملحه والبصل، كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان وكتبقى هذيك البصله تشرب لنا داك الماء ديالها اللي طلقات. وعاد ديك الساعه كنديروها في واحد الاناء وهي باقيه سخونه، كنزيدوا ليها العلبه ديال الطون وكنزيدوا لها كذلك داك الفرماج وهكا كنخلطوها مزيان، خليوها في الجانب تبرد وندوزو باش نحضروا الحشوه الحلوه. نصف لتر من الحليب السائل، عندي 3 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات، ممكن اكثر على حسب الذوق، وعندي 3 ديال المعالق كبار ديال الكريم باتيسير، 4 معالق صغيره ديال فاني بودره. كنخلطوا كلشي في البارد وداك الساعه كنديرهم فوق البوطه حتى كيعقد لينا مزيان داك الخليط. عاد داك الساعه كنضيفوا ليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وكنخلطوا مزيان وكنديروا في هذا الاناء هذا وكنغطيوه بالبلاستيك الغذائي. غير هذاك البلاستيك الغذائي كيف ما كتشوفوا معايا كنديروا ملامس الكريمه ديالي باش ما كيديرش ليه واحد الطبقه، ما كيديرش واحد القشره من الفوق كتكون قاصحه. كندخلوا للثلاجه حتى كيبرد مزيان. نكونوا حضرنا الحشوه ديالنا، غادي ندوزو باش نشوفوا العجين ديالنا ملي كيختمر وكيضاعف الحجم ديالو. هاد العجين هذا انا غادي نقسموه على جوج، باش الكره الاولى غادي نشكلوا منها كرات صغار باش غنديروا ليه ساندويتش، والكره الثانيه غادي نخليوها باش غادي نطلقوها ونسرحوا منها واحد المثلثات اللي غيكونوا بالكريم باتيسير والشوكولاط. انا كيف ما كتشوفوا معايا هذيك الكره كنقسمها، كناخذ منها واحد الكرات اللي غيكونوا صغار فيهم، فانا هنا عبرت درت في كل وحده فيها 55 حتى 56 غرام، كيكونوا بهذا الشكل هذا. وتقريبا هنا عطاتني هاد الكره الاولى اللي قطعت عطاتني 12 قطعه 12 كره ديال العجين. صافي هنا بعد ما كنكون عبرتهم كاملين كنشكلهم بحال هكا كرات اللي غيكونوا صغار كيكونوا بهذا الشكل هذا، كنديرهم في واحد الصينيه وكنغطيوهم. عاد ديك الساعه كندوزو باش نصاوبوهم. انا كناخذ القطعه الاولى اللي بدينا بها وكنطلقها بحال هكا، كندير واحد شويه ديال الدقيق وكنطلقها بحال هكا شكل مستطيل، كندير هذيك الحشوه في الوسط ما كنوصل هذيك الحشوه ما كنوصلهاش للجوانب، هذوك الجوانب مازال غادي نقرصوهم. صافي هنا كما كيبان لكم معايا كنقاد هذيك الحشوه مزيان وهذوك الجوانب كنقرصهم بهذه الطريقه هذه، كنقرصهم غير هكا مع بعضياتهم، ما كنديروش لهم الدقيق باش يلتصقوا لينا مزيان. انا كيف ما كتشوفوا معايا كنقرصوها مزيان من بعد كنقلبوها باش كنعطيوها هذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم وحده اخرى بنفس الطريقه، كنديروا غير شويه ديال الدقيق وكنعطيوها كنطلقوها بالمدلك ونعطيوها شكل اللي غيكون مستطيل. كنديروا ديك الحشوه غير في الوسط ما كنوصلوش الجوانب باش هذوك الجوانب غادي نقرصوهم والتصقوا لينا مزيان مع بعضياتهم. صافي من بعد انا كما كتشوفوا معايا كنقاد هذوك لي ساندويتش بهذه الطريقه هذه، كنحاول حتى هذوك الجوانب كنقرصهم هنا كما كيبان لكم داك القنيتات الفوقانيين. بعد ما كنقرصها كنقادها من الفوق كنسرح هكا بيديا مزيان وكنقرص هذوك الجوانب التحتانيين باش كتجينا هذا الشكل هذا ديال لي ساندويتش. كنديرهم في الصينيه اللي غندخلوها الفران. غير بالنسبه لهذا الاختمار فخليتهم 15 دقيقه، ما خليتهمش يختمروا بزاف، دابا راه الجو شويه سخون ف15 دقيقه كافيه انهم يختمروا مزيان. انا من بعد غادي ناخذ بيضه اللي كنطربها مع واحد شويه ديال الخل باش كتحيدني داك الزفوريه ديال البيض، وكندهن هذوك الفطائر ديالي بهذا الشكل هذا. انا غادي نزينهم بزنجلان كحل، ممكن تستعملوا الزنجلان بيض، المهم اللي متوفر عندكم بالنسبه للزين ممكن تستعملوه. كنشعلوا الفران ديالنا من قبل حتى كيسخن مزيان وكندخلوهم يطيبوا على نار اللي كتكون مهيله حتى كيتحمروا لينا وكنقدموهم بالصحه والراحه. غادي ندوزو باش نصاوبوا الكره الثانيه ديال العجين، فانا اللي غادي نطلقها على شكل مستطيل كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. غير هنا ملي كنطلقها كندهنها مزيان بالدقيق باش ما كتلصقش ليا. غادي نعطيها شكل ديال مستطيل وكنقطع هذوك الجوانب باش يجيني المستطيل ديالي مقاد. غادي ناخذ الكريم باتيسير كنخلطها مزيان وداك الساعه كنديرها غير بحال هكا في الوسط كيف ما كتشوفوا. كندير واحد الطبقه اللي كتكون مزيانه باش هذوك الفطائر ديالنا كيجيو عامرين بالكريم باتيسير. هنا خديت واحد القطع ديال الشوكولاط، هذاك استعمل داك الشوكولاط اللي مربع هو اللي قطعته ودرته. ممكن تستعملوا داك حبيبات ديال الشوكولا اللي كنستعمل في الكوكيز ممكن ديروه، المهم اليوم توفر عندكم شوكولاط ممكن تستعملوه. القطعه الاولى ديال العجين كيف ما كتشوفوا كنحطها من فوق هذيك الكريمه وداك الشوكولاط، ومن بعد كندير ثاني القطعه الاخرى ديال العجينه كنديرها بهذا الشكل هذا وكنحاول داك العجينه كنجبدها باش كتلصق ليا مع داك الجانب الاخر. كما كتبان لكم هنا كنقرصها غير شويه باش كتلصق. صافي هنا غادي نعطيها شكل اللي غيكون مستطيل باش غادي نقطعهم مثلثات ونقادوها مزيان. صافي هنا غادي ناخذ هذيك القطعه باش كنقطعوا بيتزا وكنقطع بحال هكا باش كتجيني ساهله. بالنسبه لهنايا مثلثات وما تديوش عليا انا درت مثلث كبير ومثلث صغير، هادشي اللي عطا الله. كندوز في مره واحده كتجيني احسن انني نقطع بحال هكا، واخا انا صراحه شي وحدين كبار وشي وحدين صغار هو ماشي مشكل، المهم غير قبلوا عليا وصافي. هنا ملي كنحطهم في الصينيه كناخذوا الطبقه اللي كانت من الفوق هي اللي كنديروا من التحت، والطبقه اللي كانت من التحت هي اللي كتكون من الفوق كما كيبان لكم هنا في الفيديو. هنا من بعد ما كنحطهم في الصينيه كيف ما كتشوف معايا الطبقه اللي كانت من التحت هي اللي كانت من الفوق. غادي ندهنهم بعد ما كيكونوا حتى هما اختمروا واحد المده ديال
ربع ساعه. كناخذ هذيك البيضه اللي دهنا بها لي ساندويشات ديالنا الاولين او الفطائر ديالنا الاولين، وغادي ناخذ هنايا نزينهم من الفوق باللوز ايفيلي. ممكن ديروا اللوز كونكاسي، ممكن ديروا اي حاجه متوفره عندكم ممكن تستعملوها. فدائما كنقولها لكم في الفيديوهات ديالي اللي متوفر عندكم ممكن تستعملوا في التزيين، ماشي ضروري داكشي درت انا ممكن ديروه نتوما، لا داكشي اللي عندكم في المطبخ ديالكم فاستعملوه. فانا كنقول لكم الاقتراح وانتم اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. هنا هذه المائده ديالي اللي كانت سهله وسريعه، زوين فيها انها بسيطه. هادو هما الفطائر كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو بهذا الشكل. هادو كيجيو رطبين، كيجيو مفشفشين، كيجيو بحال القطن من الداخل. غادي ينفعوكم هاد الفطائر هادو بزاف، خصوصا دابا راه وليداتنا كيبقاو نهار كامل في المدرسه مع شهر ديال رمضان. صافي كنقدموهم بهذا الشكل هذا، وشوفوا من الداخل هذيك العجينه كيفاش جات من الداخل، جات مهويه وجات بحال القطن من الداخل. كذلك بالنسبه حتى الفطائر الحلوين حتى هما كيفاش كتشوفوا معايا كيفاش جاو. ممكن تزينوهم من الفوق بالسكر كلاصي، فانا هنايا نسيت. صافي كنقدموهم بحال هكا حتى هما. هذيك الكريمه كتجي سايحه بحال هكا من الجناب، ماشي مشكل، حتى هي كتجي المنظر ديالها زوين. انا هنا كنقطع لكم باش تشوفوا العجينه من الداخل كيفاش دايره. وبالنسبه للتحليه فانا زينتها بواحد شويه ديال اللوز، قطعته بحال هكا قطع عشوائيه وزينتها كيف ما كتشوفوا من الداخل. كتجي معلكه، كتجي قابطه في راسها. والحريره ديالنا اللي ما استعملناش فيها مطيشه ديال الحك كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو كتجي حمراء ما شاء الله وكتجي خاتره. كانت هذه المائده ديال الافطار اللي سهله بسيطه واقتصاديه، كنتمنى انها تعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم في امان الله، مع السلامه. مبروك عواشركم والله يكمل عليكم هذا الشهر ديال رمضان بالصحه والسلامه.